الشاقة. إذا هذا هو القرار، والحديث الحقيقة ليس عن البطولات اللي ممكن أن يحرزها فريق ريال مدريد في مثلا بطولة الليغا وهي بعيدة، والمحاولة الأولى ممكن الجول الأول، نعم المتخصص كريم بنزيما في تسجيل الأهداف المبكرة يسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. إذا كريم بنزيما يحرز هدفه الشخصي الخامس في رئيس نادي الريال، والسيد يوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد، والرئيسين في المقصورة الرئيسية في العاصمة الأسبانية مدريد، حيث درجة الحرارة الآن وحيث الخطورة الآن. وممكن الجول، ضربة جزاء أنطونيو آدان حارس مرمى الريال الجديد اللي لعب آخر مباراة أمام ملقا، تلقى 3 أهداف، يتسبب الآن في ضربة جزاء أنطونيو آدان فقط. طرد آدان، هي حوبة ولا شنو؟ كل هذا الحب من المدرجات، أكيد لا شك في ذلك. إيكار كازياس، وضربة جزاء محتسبة لمصلحة ريال سوسيداد، التقدم إلى الأمام وجول، يتعادل ريال سوسيداد يتعادل من ضربة جزاء، طرد حارس المرمى آدان. حلوة قرأها صح بران. يتقدم، المحاولة مستمرة من كريم بنزيما، تحولت، ممكن جول لكريستيانو رونالدو. حلوة اللقطة، والادفانتج حاضر من حكم المباراة. تهيأت مباشرة البرتغالي، ذهب إلى البرتغالي، والبرتغالي المدرب على دكة الاحتياط، وكريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف رقم 15. لكن لعبة جميلة، لعبة حلوة. شوف صناعة الهدف، لاحظ بالنسبة لكل حراس المرمى في العالم، مزعجة تسديداته، أرضية قوية صاروخية يعملها من مختلف الأماكن. نشوف مثال أمامنا الآن، شاهدنا في الشوط الأول والشوط الثاني، ونشوف الآن أيضا شوف لك المثال من كريستيانو رونالدو، ما عرف يتعامل معها كلاوديو برافو ادمو. الثامن له في الليغا، لكن امام ريال سوسيداد لعب 4 مباريات، سجل هدف واحد في الليغا، والريال يتلقى الهدف الثالث. راح يولع ال 15 دقيقة القادمة، وحزن. شوف ما ادري عن لسان جوزيه مورينيو شو يقول، ان هذا كازياس وهذا مستواه، والهدف اللي شافي فريتو ما ادري ايش بلا على ريال مدريد.